بداية أود أن أسألك بعد هذا الفوز بلغة الأرقام والمال، ماذا يعني فوز الهلال على نادي مانشستر سيتي؟ تحياتي لسحر وتحياتي ليك يا عماد، شكرا. وبالتأكيد طبعا ببارك لك بشكل شخصي على هذا الفوز والإنجاز. كلمة تاريخي غير كافية للتعبير عن ما تحقق في هذه المباراة. لو أننا أردنا أن نفصل بالأرقام الفارق بين الناديين، ريال مدريد مانشستر سيتي القيمة السوقية للاعبيه تصل إلى مليار و330 مليون يورو مقابل 160 مليون يورو للهلال. إيرادات مانشستر سيتي تصل إلى حوالي 835 مليون يورو مقابل أقل من 192 للهلال مليون دولار. وبالتالي الفوارق بين الناديين كبيرة جدا. حتى الاستعداد لهذه البطولة، مانشستر سيتي أنفق في الأيام العشرة التي تم فتحها خصيصا للانتقالات قبل البطولة حوالي 152 مليون دولار مقابل لا شيء للهلال، تقريبا مبلغ بسيط جدا تم دفعه في صفقة علي لاجامي. ولكن بالتأكيد ما تحقق أمر لم يكن في مخيلة أحد، نجاح نادي الهلال في بلوغ هذه المرحلة من البطولة. سبقها أيضا المفاجأة الكبرى كانت بالتعادل مع ريال مدريد، وهو الأعلى قيمة سوقية والأعلى إيرادا في العالم. ثم بعد ذلك مانشستر سيتي، أي أن الهلال نجح في التعادل مع الأعلى قيمة سوقية والأعلى إيرادا والفوز على صاحب المركز الثاني في الأعلى قيمة سوقية والأعلى إيرادا.